السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في لقاء جديد على قناة بداية حياة. نداء إلى شرفاء مصر من رجال الجيش المحترمين المخلصين، تدخلوا في إقالة المدعو السيسي. يا ريت تدخلوا يا جماعة، البلد بتخرب، البلد بتخرب بلا رجعة. انقذوا ما يمكن إنقاذه. انتوا كله عشان خاطر تمسكوا البلد وعشان خاطر ما يمسكهاش مدني جبتوا لنا إنسان معتوه يمسك البلد. احنا لسه امبارح بنشتكي ونكلمه نقول له يا ريس واحتراما لسنك واحتراما ما اعرفش الايه، بيطلع بقرارات جنونيه كل يوم. ده انسان غير مسؤول، ده انسان غير مسؤول. اللي بيحصل ده دمار، ده دمار. الناس كسرت حاجز الخوف. اللي كان خايف في الاول احسن يتسجن عشان ما يسيبش عياله، منها ياكلهم منها يشربهم، ما عادش لا في اكل ولا في شرب. واللي بيهون عليه عياله يقتلهم ومراته يقتلها، هيهون عليه ان هو يتحبس ويتسجن. الناس المره دي هتطلع تنتقم من الجيش وتنتقم من البلد. اثبتوا حسن نيتكم، اثبتوا حسنكم ووفائكم للبلد. حتى لو اختلفنا في فتره من الفترات نقدر نعترف بالخطا اللي حصل. تراجعوا انقذوا البلد. الله يرضى عليكم، انقذوا البلد. لو فيكم واحد شريف لسه، لو فيكم في ضمير اتدخلوا يا جماعه. الدنيا ولعت، الناس بتصرخ في الشوارع، الناس مش لاقيه تاكل، قرارات جنونيه من غير محسوبه، حكومه معتوهه ورئيس معتوه. ده مش عجل، ده مش عجل ومش وضع اللي فيه البلد. اللي ما حصلتش ده ما حصلش. قروض ايه وغيره ايه وغيره، ايه اللي بيعمل في البلد ده كله؟ انت لو حد مسلطكوا علينا، احنا لو محتلين ما كانش هيتعمل فينا كده. ما اعتقدش ان بيحصل في فلسطين كده. فلسطين ما حصلش فيها كده. اللي محتلينها الصهاينه ما حصلش فيها اللي حصل فينا في 13 سنه دي. سكتنا وقلنا نقف معلش ونسكت عشان البلد ما تخربش، وعشان الثوره ما يحصلش ثورات، وعشان ما يحصلش انفلات امني. الناس هيحصل انفلات الامن، هيحصل. الحقوا اطلعوا وقولوا كلمتين للناس، انقذوا الناس. يا تقيلوا الراجل ده هو، يا تتدخلوا يا جماعه باي شكل. امسكوها تاني، مش عايزينها. انتوا للناس ان كنتوا مش خونه ومش عملاء زي ما كان بيتقال ولسه بيتقال وفي كل لحظه بيتقال. كدبنا كل اللي اتقال ده، كدبناه. طلعنا كدبناه وقلنا لا الجيش بتاعنا وطني والجيش بتاعنا مخلص والجيش بتاعنا وافي. فين الوفاء وفين الجيش؟ انتوا وجهتوا كل طاقه الجيش للعمل الاقتصادي. كابوريا وجمبري وولادنا اللي بيروح بدل ما يروحوا يتدربوا عشان يواجهوا العدو، بيروحوا بيشتغلوا في الغيطان وبيشتغلون في الكباين بتاعه الكارتات اللي كل مصلحه الجيش. فين الجيش بقى؟ فين الجيش؟ انتوا اللي غمستوا نفسكم في العمل السياسي. انتوا اللي دخلتوا وضربتوا الناس اللي في سينا، هجرتوا اهالي سينا. انت مع ان المفروض رقم واحد مهمتكم انكم تحموا الحدود. دخلتوا نفسكم بقى، يبقى كملوا. انتوا شلتوا محمد مرسي بجرة قلم. مش هنضحك على بعضينا، ما كانش فيه دي كانت ثوره مفتعله. دي ثوره مفتعله. استغليتوا المسيحيين اللي كارهين الاسلام. كلمه اسلام تخرب البلد مش مشكله، بس مجرد ما يكونش فيها اسلاميين ماشي. استغلتوا رجال اعمال المضلين الحراميه اللي سارقين البلد وبلاعين البلد. عشان كان محمد مرسي كان هيشيل الناس دي كلها، وكان هيسترد الحقوق اللي واخدينها بتاعه الفقراء اللي واخدينها رجال اعمال. عشان حصل عليه عشان كده انقلاب ماشي. رقم 2، الناس اللي كانت بتدفع لها في المنوفيه وفي الصعيد فلوس عشان تيجي تطلع قدام الراي العام ان هي في مظاهرات ضد محمد مرسي. ما علينا، محمد مرسي ده راجل به وعليه وراح لحاله مات واستريح. البني ادم الموجود ده اللي بيدمر في البلد ده. ما تقنعنيش ان في ثوره هتشيله. ما كنتوش انتوا تدخلوا، انتوا اللي ماسكين البلد وانتوا المواجهين وانتوا اللي بتحركوه. ما تضيعوش البلد عشان شخص. هاتوا عسكري تاني، ناخد على جفانا تاني ونقبل عسكري تاني، بس مش هنقبل الوضع اللي احنا فيه ده. احنا مش في ايام المسيح الدجال، لسه بدري. المسيح الدجال اللي يطلع يقول انا ربكم الاعلى وانا اكل وشرب في ايدي، ده نيل وضاع مننا، فجر وافتجرنا، فضيحه واتفضحنا قدام الدول. ده احنا خايفين نروح السعوديه نعمل عمره احسن يتقالنا انتوا يا مصريين شويه. الدول العربيه اللي احنا في نظرها شحاتين ورقاصين، طلعتوا امهاتنا رقصت في اللجان. الامهات الستات المحترمه طالعين يرقصوا لك ويزغرطوا لك. عشان ايه؟ زغرطوا وادهم زغرطوا وهللوا لما شبعوا، وفي الاخر خدوا على جفاهم. هتبقوا نور عينينا وبقينا في الحضيض. بكره تشوفوا مصر، وفعلا شفنا مصر اللي كانت سله غذاء العالم. بقيت فين مصر؟ مش لاقيه تاكل العيش الحاف مش لاقياه. يا ريت شرفاء في البلد وفي الجيش يتدخلوا. مش عايزين الموضوع يوصل لثوره. المره دي هتبقى ثوره جياع. ما تعرفوش مصير البلد هيبقى ايه. مش هيهمهم البلد ده، يطلعوا يولعوا في البلد كده. هيولعوا في البلد ويولعوا في الجيش ويولعوا. هشوفوا اي عسكري جيش يموتوه، هشوفوا اي عسكري شرطه يموتوه، وهيحصل اغتيالات والله يا جماعه للقاده من الجيش ومن الشرطه. الناس جواها كره رهيب. الناس بتصرخ ارحمونا شويه، ارحمونا لوجه الله وانقذوا البلد لوجه الله. ملناش بلد تانية نروحها.
ما احناش سوريين هنيجي بفلوسنا، احنا ناس اغلب من الغلب، ما معناش ملايين عشان نجري بيها على بره على تركيا وعلى هنا. اللي مشوا من مصر اغنياء مصر، رجال اعمال مصر هم اللي هربوا على تركيا وعلى السودان وعلى البلاد اللي حوالينا. احنا ما معناش فلوس نجري، ملناش بلد غير دول، مش هنسيبها، مش هنسيبها الخونه، مش هنسيبها الخونه. ماسكين في ليه بايديكم واسنانكم ليه؟ كفايه لحد كده، كفايه، الناس جابت اخرها، الناس جالت جاي، كفايه كفايه كفايه.